جينا عشان نرسم أحلامنا ونحدد ميعاد للقانا. نصل لمكان مليان بينا وبين السحاب، هنا تلقانا. يا دنيا تفوق كل أحلامنا، فتحت أبوابها لحياتنا. في جنة بتشبه أطفالنا، لقينا معاك كل آمالنا. مستقبل غير أحوالنا، شفنا الواقع هنا قدامنا. لصورة اترسمت في خيالنا، إنماء للتعمير والاستثمار. معا نبني حلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وحبيبنا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. المشاهدون الأكارم، هذا لقاء جديد في مدرسة الحب، ولا زلنا نراوح بين ما يحبه الله ورسوله فنحبه ونفعله، وما لا يحبه الله ورسوله فنبتعد عنه ونتركه وننتهي عنه. فهذا من أجل درجات الحب ومن أجل درجات الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني نحب ما يحب الله ورسوله ونبغض ما يبغض الله ورسوله. ومن أكثر ما يبغضه الله ورسوله هو الفحش والتفحش. في الحديث إن الله يبغض الفحش والتفحش. في الحديث الآخر: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وفي الحديث الآخر: إن الله يحب الحياء. يحب الحياء، هذا في حديث إن الله يحب الحياء. والحياء طبعا ضد الفحش، لأن الفحش أحيانا قد يكون مباحا. يعني هناك فحش مباح، ما يحدث من كلام بينك وبين زوجك وبينك وبين أهلك، هذا قد يكون فحشا مباحا. لكن الأولى والأحب أن تستحي حتى من بينك وبين أهلك من أن تقول ذلك الكلام، ناهيك عن أن يكون الفحش خلقا لك في أعمالك في أفعالك. نحن كثير من الناس الآن، كثير من الشتائم مع الأسف التي نقولها، أو كثير من العبارات حتى التي لا نقولها بشكل شتائم، في أحيانا في مباريات كرة القدم، في الانفعال، في النقاش، في ملاهينا، وأكثر ما يكون ذلك كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بالتعليقات الفاحشة والبذيئة، والتي فيها كلمات يخجل الإنسان العادي. حتى أحيانا بعض الناس يكون يفصل تماما بين شخصيته الافتراضية وشخصيته العادية، فكلام لا يستطيع أن يقوله أو أن يفكر فيه في شخصيته العادية يقوله بكل جرأة وبكل وقاحة في شخصيته الافتراضية، وينسى أن الله سبحانه وتعالى رقيب على ما يقال وعلى ما يفعل، على ما يكتب وعلى ما يلفظ، وينسى أن الله في كل حين في كل أوان معك وأنت منفعل، معك وأنت يجب أن تضبط لغتك وأن تضبط ألفاظك وأن تضبط. حتى الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخالفونه، بل وكانوا يسبونه، بل وكان ينهى عن أن يسبوه. بل الله سبحانه وتعالى الذين يتعدون بالسب على الله سبحانه وتعالى قال: يعني لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بل في آية أخرى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. يعني لا تسبوا آلهتهم، لا تسبوا آلهتهم، لا تسبوا معتقداتهم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. ناهيك عن الآن أصبح الفحش، الكلام الفاحش البذيء والصور الفاحشة، عدم الخجل. أحيانا الشباب يلبسون ما يبدي عوراتهم أو أجزاء منها. كلنا يعلم أن العورة على الأقل المغلظة بين السرة والركبة، أو اللبس بالنسبة للنساء إما أن يكون ضيقا جدا أو قصيرا جدا، يعني يكشف ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يستر،
أو أن يكون شفافا جدا، أو أن يكون يجمع بين كل هذه المواصفات. هذا أيضا من الفحش. والصور التي قد نشاهدها في المواقع وفي غيره، كثير من الأشياء الإباحية في الإعلانات في غيرها، هذا كله من الفحش والتفحش الذي يعني يبغضه الله سبحانه وتعالى. فمن الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، أن ننهى أنفسنا عن هذه الأفعال، وأن نأمر أنفسنا بالحياء وبالستر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا يعني يغتسل في برزة، فيعني أي بارز للناس، فقال له إن الله حي ستير، فإذا فعلت اغتسلت استتر. هذا من كراهية. فبعض الناس الآن تجد عادات مثل التبول في الشوارع، التبول على مرأى من الناس، بعض الناس يفعلون ذلك. هذا كله من الفحش ومن التفحش ومن البذاءة التي نهى الله عنها والتي لا يحبها الله. فنحن علينا أن نبتعد عن هذا الفحش وعن هذا التفحش. نسأل الله أن تعافى ألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا ومجتمعاتنا الافتراضية منها والحقيقية من هذه الظاهرة، من هذا الفحش ومن هذا التفحش. تحية الحب، تحية الحياء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا عشان نرسم أحلامنا ونحدد ميعاد للقانا. نصل لمكان مليان بينا وبين السحاب، هنا تلقانا. يا دنيا تفوق كل أحلامنا، فتحت أبواب لحياتنا. في جنة بتشبه أطفالنا، لقينا معاك كل آمالنا. مستقبل غير أحوالنا، شفنا الواقع هنا قدامنا. لصورة اترسمت في خيالنا، إنماء للتعمير والاستثمار. معا نبني حلمك.